بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده تاني ايام عيد الفطر المبارك، اعاد الله علينا هذه الايام بالخير واليمن والبركات. طبعا لابس لكم الله اهوت بتاع العيد، وهعمل لكم يعني شويه فيديوهات كده. انا كنت يعني ايه ناوي في شهر ابريل اعمل لكم شويه حاجات كده، يعني كذب، هنسميها كذبه ابريل. نعمل شويه فيديوهات، مثلا 3-4 فيديوهات كده عن حاجات في الغيه كده انا بعتبرها كذب يعني، وهنعمل منهم فيديو النهارده. بس احنا بالمره بقى، بما اننا بدانا نصور، احنا النهارده تاني يوم العيد، احنا الساعه 8 الصبح. بعلف مره واحده، بقيت بعلف كلفه فقط. موضوع العلف ده خلاص، صرفت نظر عن موضوع العلف نهائي. رجعنا للمدرسه اللي احنا كنا تابعين لها زمان، بنأكل كلفه فقط، مفيش علف. ففي شويه بقى فيديوهات جايه ان شاء الله، يعني يا ريت تتابعونا فيها. بس احنا قلت بالمره بقى، انا يعني الايترينول ده يا جماعه غسول كلوي، ده غسول كلوي ايطالي الصنع، تمام. قلت بالمره ده تالت يوم ان شاء الله، يعني من يوم الوقفه وانا بحط منه، هو من 3 ل5 ايام. ده بودر جرام على لتر الميه. فانا قلت بالمره اوري لكم واحنا بنستعمل الغسول الكلوي، واقول لكم بقى على كذبه من ضمن كذبه ابريل، يعني فيديو من ضمن الفيديوهات يعني. تعالوا بقى مع بعض نوزن، شغل الميزان. كده ايه، وزننا الادويه بتاعتنا. نفضيها بقى فين؟ طبعا هنرجها كويس. ده كله يا جماعه تمام. هحط الميه وارجع لكم بقى في كذبه من كذبات ابريل. رجعنا لكم بقى بعد ايه ما حطينا الميه للحمام بغسول الكلوي اللي احنا قلنا عليه. ونستأنف بقى الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله، يعني من بعد العيد كده. وهاخد شهر ابريل ان شاء الله كله عن كذبة ابريل. طيب هجيب بقى حمام معلش في ايدي بالمرة، عشان ايه دول زغاليل فطام. هي دي بقى يا جماعه ايه، ابيض كالثلج اللي احنا كنا بنقول عليه، ابيض يعني. ده زغلول لسه مفطوم بقاله يومين، ده اللي احنا كنا بنزغطه في الفيديو اللي فات. طيب احنا هنبدا بايه؟ اي كذبه هنبدا بيها في الغيه. طبعا احنا بنتكلم في دي هوايتنا، واحنا نتكلم كل حاجه تخص الهوايه يعني. طب ايه الكذبه الاولى اللي احنا هنتكلم فيها؟ احنا هنتكلم عن شركه مزارع دينا، ان هي اصل الحمام في مصر، وان هي اللي دخلت الحمام مصر. وكل طبعا الناس بقى اللي احنا بنسمع بقى، كل حد يجي يقول لك ايه، انا الحمام اللي عندي اصله من مزارع دينا. طيب واحد غيره يقول لك انا رحت شركه مزارع دينا اللي على الطريق الصحراوي اللي في الكيلو 80 وجبت 100 قص، لانهم ما كانوش بيطلعوا اقل من 100 قص حمام. واحد تالت بقى يقول ايه، ده انا كنت انا وواحد صاحبي ورحت معاه الكيلو 80 عند شركه مزارع دينا لما كانوا بيصفوا الحمام بتاعهم. فدي الكذبه اللي احنا، دي كذبه من ضمن كذب ابريل. هنبدا بقى الفيديوهات يعني. طيب ايه الصح او ايه الحقيقه؟ يعني انا بقى لي 5 سنين يا جماعه، 5 سنين، مش بخمس في وشوك والله، بس 5 سنين بدور على واحد، او اللي يسمع الفيديو بقى يبقى اي حد قال له جاب من مزارع دينا يسمعوا الفيديو ده. 5 سنين مش لاقي حد جاب من مزارع دينا مباشر يعني. كل واحد يقول لك ايه، انا واحد صاحبي رحت معاه جبنا 100 قص من مزارع دينا، وبعدين انا خدت من صاحبي حمام. طب اديني رقم صاحبك، ما يتصلش تاني ولا يرد عليا. التالت، انا جبت حمام من مزارع دينا، انت لسه صغير، انت ما تعرفش في الغوايه. ده انا من ايام مزارع دينا، ده انا من 15 سنه.
هي مش بالسن يعني اولا، ولكن طب ايه يا عم جبت المزارع دي؟ قال لسه الحمام صغير قد الزاجل كده، وحمام قد البلدي، وده الحامي القديم اللي دخل مصر عن طريق مزارع دينا. يا دي مزارع دينا، والله بحب جبنه مزارع دينا، ولكن الموضوع كذب كذب كذب. اي حد يعني على مسؤوليتي الشخصيه يا جماعه، اي حد يقول لك ان هو عنده حمام مزارع دينا بيكذب عليك، وادم بيكذب يبقى ما تشتريش منه حمام، لان هو يعني هو انت جبت يا عم مزارع دينا؟ لا ده انا اصلا واخد من واحد صاحبي. طب واحد صاحبك جاب مزارع دينا؟ لا اصل هو كان جايب من واحد صاحبه. طب واحد صاحبه؟ لا اصل خاله هو اللي كان جايب له. طب خاله اديني رقم خاله معلش عشان برضه نوصل للناس اللي راحت مزارع دينا اللي خدوا ال 100 قص دول. يعني اللي يقول لك اصل مجموعه من البحيره خدت جزء، ومجموعه من المنوفيه خدت جزء، ومجموعه من الشرقيه خدت جزء. طب هم فين بقى الناس دول اللي خدوا مزارع دينا؟ مش موجودين. دي كذب يا جماعه. مزارع دينا تواصلت مع الشركه لم تربي حمام قط قولا واحدا. يعني شركه مزارع دينا ما ربتش حمام، ما عملتش اماكن كده مزارع وجابت سلكات زي اللي ورايا، او ربت على السايب، او عملت ابراج حمام وربت فيها حمام فرنساوي. طب امال ايه موضوع مزارع دينا؟ بس كذب 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 كذبه من ضمن كذب ابريل في الغيه يعني. طب امال ايه المعلومات دي؟ معلومات خاطئه فعلا، يعني معلومات خاطئه. كل حد يقول لك كده هو بيكذب او خد معلومه من النت، لان احنا طبعا زي ما انتم عارفين الغيه عندنا في مصر متناقله كده. يعني انا في واحد شفته عامل منشور واخده من واحد تاني قسما بالله كاتب كلمه بصراميط، نفس المنشور بالظبط، ويا ريت يقول منقول من فلان او من علان عشان يعني ادب نقل المعلومه، يعني ان انت تقول فلان اللي قال، يعني هي فيها ايه؟ فلان او اعمل له مشاركه المنشور او الفيديو بتاعه، مفيش مشكله، بس يعني بلاش ناخد المعلومات كده وخلاص عمياني يعني كان من ضمن المواصفات يقول له بزراميط وايه ومصري ومحلي، يعني 3 حاجات، مصري ومحلي وبزراميط، ده 3 سلالات للحم في مصر. طب المصري ايه والمحلي ايه؟ والله ما اعرف برضه، بس هو ناقل المنشور كده يعني. وده من حته من محافظه وده من محافظه تانية خالص اللي بينقلوا من بعض. فطبعا احنا لما بنعرف اي معلومه بنحب نقولها للناس. اللي يقول لك مزارع دينا بيكذب عليك. طب انت لما تواصلت مع الشركه ابو صدام عملت لنا ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ ما ربوش حمام يا جماعه، ما عندهمش اماكن ربوا فيها حمام اصلا، ما عندهمش مزارع للحمام ولا اي مزارع للحاجات دي، ما ربوش خالص. امال ايه موضوع مزارع دينا؟ ما احنا قلنا هو كذب طلع غاوي كبير زي حالاتي كده مثلا، ان انا لسه نونو يعني بالنسبه للناس، بس انا بضرب المثل على نفسي. يعني انا عملت شويه 100 قص حمام وقمت ملبسهم لواحد، او واحد جاب حمام من الاردن او من السعوديه وكتر منه شويه وعايز يخلص منه فقام ملبسه لواحد. ايه يا عم ده انا جايب 100 قص من مزارع دينا. مزارع دينا يا عم ما ربتش حمام ازاي يا عم؟ ده ما كانوش بيبيعوا غير 100 قص، ده مزارع دي اول حد يدخل الحمام مصر. فانا حبيت اعمل فيديو عن موضوع مزارع دينا. ثانيه واحده اجيب لكم قص تاني عشان يبقى ده ابيض، اجيب لكم قص تاني لون تاني. على فكره يا جماعه الحمام اللي انا بتصور بيه ده او بصوره يعني، ده حمام الاهالي كلها في ختم الشركه الفرنسيه. طيب ده لون طبعا مش موجود عند حد نهائي، اللون ده. نرجع بقى لموضوعنا، موضوع كذبة ابريل ومزارع دينا. انا ممكن بسيب لكم رقم للتواصل، بس انا مش عايز يعني رقم تتواصلوا بيه مع شركة دينا نفسها اللي في الكيلو 80، اللي الناس كلها بتقول احنا رحنا استلمنا الحمام من الكيلو 80 من مزارع دينا يعني. ولكن احنا تواصلنا معاهم ومعايا ارقام لناس كتير في مزارع دينا، وهم في للاسف ما ربوش حمام نهائي. ولكن برضو علشان المصداقيه في نقل المعلومات هم باعوا حمام مذبوح ومجمد. مزارع دينا بيجيب صفقات مذبوحه ومجمده او مبرده وبتبيعها كده زي الفراخ اللي ظهرت زمان اللي هي المجمده كده. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن شركه دينا تكون يعني تدخلت في الحمام فيها، ان احنا بعنا حمام بعنا حمام مجمد،
او بعنا حمام مبرد في كيسه وموزون 800 جرام 750 جرام، احنا بعناه كده كراتين بتيجي من بره صفقات. ده عشان يعني المصداقيه في نقل المعلومات. علاقه مزارع دينا بالحمام ان هي باعته مجمد، لكن ما ربطش حمام صاحي كده في مزرعه وبعدين صفاته وادت لكل غاوي من الغواه الكبار اللي من البحيره بقى واللي من المنوفيه واللي من الشرقيه واللي من كفر الشيخ ولا الصعيد، لكل فرد 100 قص. ما كانتش بتطلع عليه من 100 قص بصراحه، دي عشان المعلومات اللي موجوده على النت يعني، عشان تبقوا عارفين يعني. لكن ما ربطش حمام صح يا جماعه عشان تبيع منه 100 قص اصلا. طب ماشي يا عم، انت يعني انت متاكد قوي؟ متاكد ان المزارع ما ربطش حمام وما دخلتش حمام. طب يا عم ازاي؟ ما الحمام ده كله جه منين؟ ما هو انا مش عارف والله. دي المعلومه اللي انا وصلت لها، ان مزارع دينا ما ربطش حمام. الحمام ده جه منين بقى؟ نبقى ندور بقى مع بعض كده، اللي يوصل للمعلومه يقول لي، انا اوصل للمعلومه اقول لكم. بس لكن عايزين نعرف الحمام جاي منين. هو جاي من دوله عربيه الى الان يعني، هو جاي من دوله عربيه، لكن اي السعوديه الاردن ليبيا ما اعرفش. بس ليبيا بتاخد مننا حمام، يبقى مش جاي من ليبيا، ممكن يكون جاي من السعوديه، لان السعوديه كان فيها زارع حمام لحم كتير يعني واعداد كبيره. الاردن برضه نفس الطريقه، الامارات فيها. طب اي دوله انا ما اعرفش والله. طب مين اللي دخله برضه لحد الان ما اعرفش، وبحاول اوصل لمعلومات اكيده في الموضوع يعني. طب هي دي كده خلاص المعلومه. ايوه هي دي المعلومه، ان يا جماعه اي حد يقول لكم ان هو عنده حمام، يعني حمام مزارع دينا، بيكذب عليك، او هو اللي باع له كذب عليه، او اللي باع له كذب عليه يعني سلم كده ماشي، احنا انضحك علينا من اول السلم من فوق، وانت نازل بقى كل واحد ينضحك عليه، بيضحك على اللي بعده، يضحك على اللي بعده، لحد ما وصل احنا اللي ربينا الحمام ده. طب اصله ايه؟ يقول له احنا بنقول احنا كمان مزارع دينا، ولكن هي المعلومات طلعت غلط، ومزارع دينا ما ربتش حمام الا باعت حمام مجمد. دي المعلومه اللي كانت عندي في كذبه من كذبات ابريل. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون عجبكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.